البني آدم بيبقى محتاج إنه يصدق نفسه، لأنه ما بيصدق نفسه بيحرك الدوافع اللي جواه إنه فعلا قادر إنه يعمل أي حاجة بالقدرات اللي هو صدق إن هي جواه. طب لو هو مش مصدق نفسه، هو ما عندوش دوافع، هو بل بالعكس بيحاول يثبت للناس إن هو كده، لكن هو غير قادر على فعل الحاجات دي يعني. طب لو أنا عايزة يعني أثبت للناس إن أنا كويسة، وإنه فكرة عارف أستطيع، يعني يا جماعة بس لا أنا كويس بس ادوني فرصة، ينفع؟ بصي خليني أقول لحضرتك، البني آدم اللي ما بيصدقش نفسه بيبقى عايش في حياة مزعجة، بيحس ان هو بيراقب كل التفاصيل اللي موجودة في حياته، عايز يقنع ده ان هو كويس وعايز يقنع ده ان هو قادر، ودايما ما بيكونش في حالة نفسية جيدة لانه طول الوقت بيجاهد نفسه عشان يثبت للناس عكس اللي جواه. لكن البني آدم اللي بيصدق نفسه بيخلق لنفسه حالة هدوء نفسي في حياته، لان هو بيركز مع نفسه اكتر مع اللي حواليه، فبيقدر في اقرب فرصة يحقق حاجة تثبت ان هو فعلا مصدق نفسه.